هذا الحديث حقيقة بشجون، وهو حقيقة جرحنا الأليم. احنا خرجنا من بلداننا مع أهالينا فارين نبحث عن الاستقرار، نبحث عن لقمة العيش، نبحث أيضا عن تمسك بالدين. وفر كثير منا أيضا ببناته وأولاده من أجل أن لا تقع ابنته فريسة في ساوة بين يدي الجنود. فواقعنا كإريتريين مؤلم للغاية، مؤلم. لا تزال السنوات تمر وليس هناك تغيير واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا نيأس من روح الله، لا شك أن الله سيغير هذا الوضع بنا أو بغيرنا. نسأل الله أن لا يستبدلنا، سيتغير هذا الوضع بلا شك. والأيام الدول، وسوف تذكرون ما أقول لكم. هناك أجيال قادمة لا تهاب الموت ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، والكل يعرف هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير، هو الذي بيده الأمر، ويدير الأزمان، ويدير حتى الشعوب نفسها. فأبشروا بالنصر القريب إن شاء الله والتحول، والله يحفظكم ويرعاكم.